سادتي وآبائي وإخواني، إن لقاءنا بالعلماء يختلف عن لقائنا بأي فئة أخرى، وأرجو أن يكون لقاءنا اليوم لقاء عمل وليس لقاء خضابة. العلماء حجة الله في أرضه، والعلماء مسؤولين أمام الله حين يلقونه عن علمهم وفيما عن علمهم وكيف استخدموه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق والحق. القول الحق أمر صعب ولا يمكن أن يقوله إلا المؤمنين الأقوياء والصابرين الصادقين، ليس كل من علم قادر أن يقول كلمة الحق. وأنا أريد أن أقول لكم ونحن في يوم انتهاء الفترة الانتقالية، أريد أن أكون واضحا، إن قرار العلماء الحقيقيين وإن رأيهم سنضعه هو المقياس الأول الذي ننطلق منه. وحينما نعمل هذا نعمل لأننا واثقون كل اتجاه بأن العلماء هم خير من يقدر مسؤوليتهم أمام الله وأمام المواطنين، وهم الذين ينظرون إلى الأمر نظرة فاحصة وصادقة. احنا في 13 يوليو 74 تدهورت الأوضاع بين سلطتين، وأكون صريح أكثر، بين أشخاص استخدموا السلطة للتسلط. هذه السلطتين كانت متمثلة في المجلس الجمهوري ومتمثلة في مجلس الشورى، ونحن نعرف بكل صراحة لا مجلس جمهوري كان يمارس سلطته كقيادة جماعية، كان شخص واحد والذي بيحكم باسم المجلس الجمهوري، ولا كان مجلس الشورى يمارس سلطته كسلطة شوروية حقه كما أمر بذلك الإسلام. نعرف أن كلا السلطتين كانت تختفي وراءها المصالح والطموح للحكم، وأنا لا أنافق، وأعتقد أن كل واحد واثق بهذا الكلام، وقد يكون من يريد أن يتكلم ومن يتحفظ في الكلام. نتيجة لهذا الخلافات الذي برزت بينهم، والذي بدأت بأن القاضي الإدياني حنق له شلنفة، وذهبت أنا على رأس وفد كان فيه من العلماء مفتي الجمهورية وصفي محبوب والقاضي الشماحي وغيرهم من العلماء وغيرهم من القطاعات الشعبية الأخرى. ذهبنا إلى هناك، وأخيرا تجسد الخلاف بأنه واضح الخلاف بين السلطتين متمثلة في من يتولى قمة السلطتين. أما أن كان بين مجلس جمهوري بيمارس سلطة ما كان بش، ومجلس الشورى قائم واختلفوا بعضها في إيش الذي بتمارسوا فيه. هذا الحقيقة. تدهورت الأمور، وكان القاضي الإرياني لا يطلب إلا أن يخول أو يعطى يعني إشارة خضراء بحل مجلس الشورى. وقال له الناس كلهم عندك من السلطات الدستورية ما تسمح لك بأن تتصرف بما فيه مصلحة البلاد، والحكم والمسؤولية ليست مراوغة ولا مجاملة ولا نفاق ولا ضعف. إذا كنا في المسؤولية سنحاول أن نكسب شعبيات على حساب المصلحة العامة، احنا بنخون المسؤولية. ونتيجة لهذا الأوضاع المتنثية رموا الموقف فوقا في 13 يوليو. هذا الموقف نحن لم نتسلمه بقوة الدبابة ولا بقوة الطائرة ولا بقوة السلاح، هذا تسلمناه بتكليف من السلطة التشريعية آنذاك المتمثلة في مجلس الشورى الذي يرأسه الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بخط يده. موجود وثيقة يمكن قرأتها وبشرت في الصحف وهي موجودة. حملنا المسؤولية وقت ما كان منتظر أننا نتحمل الرداء، وواجهناها بصبر وبإيمان، وتحملنا على أعصابنا ما مشى الأمور وبحمد الله ودون أن تراق أي قطرة دم. ورغم هذا كان من يريد أن يمسح بنا الطريق، وكان من يريد أن يخلينا نواجه المتاعب، وكان من يريد أن يخلينا كبش الفداء، وكل فئة لها توجه. وكنا بإيمان وبالصدق ولا زلنا، وكما يعلم الله تحملنا هذه المسؤولية تجنبا لئلا تتدهور أوضاع البلاد وتسوء الأحوال.
وكان من تأييد العلماء ومن تأييد الشعب ما دفعنا إلى أن نتحمل المسؤولية. دخلنا المسؤولية واثقين بالله وحده، وكان أول قرار أن احنا ننزل الصور ونرفع اسم الله أو بكل. كلهم عندما حملونا المسؤولية قالوا أنتم تتحملوا مسؤولية التصحيح. أنا فهمت أن مسؤولية التصحيح أن احنا نكون كما أمرنا الإسلام ثواب حقيقي، مثل ما أنزل رتبتي وأنا كنت عجيب أنا لازم أنزل مصالح الآخرين. دخلنا المسؤولية على هذا الأساس، فهمنا أن التصحيح إنهاء العبث، إنهاء العبث بأموال الأمة، إنهاء العبث بأمنهم، إنهاء العبث بمقدراتهم. هذا كان فهمنا للإصلاح. وكنا ماشيين وعرضت علي رئاسة الجمهورية من هؤلاء كلهم اليوم الذي يقفون في صف المعارضة كما يقولون، وأنا الذي رفضتها أنا، لأني لم أتحمل المسؤولية باسم القوات المسلحة والأمن من أجل أكون رئيس جمهورية. وقلت لهم إحنا نتحمل المسؤولية في ظرف صعب، لما تجربونا ونجربكم، ولما الشعب يتبصر في أن يختار من يريد. ثم ماذا؟ لما بدأنا نمس بعض المصالح وقعنا الشيوعيين، وقعنا عملاء، وقعنا بعنا الأرض، مش عارف إيش عملنا. تفضلوا، هذا وزير العدل كم من الحدود أقم لم تقم، وكم من الإجراءات التي لا نتردد في أن نعملها في صالح البلد طبعا، ولم نعمل شيء إلى الآن أمام ما نريد أن نعمله. ومن هذا المنطلق أرادوا أن يشوهوا الصورة بكل وسيلة. أنا أريد أن أقول شيئا واحدا: أنتم العلماء وأنتم الحجة، وسنعمل بما تفتون به وما تأمرون به على أساس ألا تكون هناك أي قوى خلفية تحرك، يعني أنه يكون منطلقنا هو ما أمرنا الله به، منطلقنا مصلحة هذا الوطن، ومنطلقنا الإيمان بالله وبمسؤوليتنا الوطنية التي كلفنا بها. وستجدون إن شاء الله جنود صادقين في سبيل تنفيذ ما يراه العلماء هو الحق. لكن أن يطلب مني اليوم أني أسلم الحكم لفئة أو لمصلحة أو لأشخاص، أنا لست مستعد أبدا. تحملت المسؤولية وسأتحملها بشجاعة إلى آخر لحظة، وأنا مستعد أن أسلم هذه المسؤولية لمن يمثل الشعب تمثيلا صادقا حقيقيا. وما حرها كانت باردة، كان عندهم الأمر ومش كان ضروري يكلفونا بالمسؤولية. لكن وإن تكو كريهة أدعى لها، وإذا يحس الحس يتعاجل. هذا ما أريد أن أقوله، وأؤكد وأكرر لكم مرة ثانية بأننا وزملائي في القوات المسلحة والأمن سنكون جنود العلم والعلماء، جنود الحق. وأريد أن أقول لكم ما يأخذوا علينا. ماذا صنعنا؟ الجيش كان جيوش بتقاتل بين البين وبيدمر المواطنين داخل الشوارع، كل إنسان يلبس رتبة ممكن يصير يسحب أي مواطن يتصرف عليه. ماذا صنعنا؟ وحدنا الجيش، أزلنا الجيوش من داخله، أصبح الجيش اليوم ضمانة لكل إنسان. هل هذا مأخوذ علينا؟ هل هذا جريمة عملنا؟ ماذا يؤخذ علينا؟ ماذا يؤخذ علينا؟ يؤخذ علينا أن كان به سلطنات، مناطق محكومة حكم ذاتي، أصبحت اليوم تحت أوامر الدولة، محكوم علينا. هذا جريمة، هذا خيانة في حق الوطن، هذا خروج على الدين. ما محكوم علينا أشياء كثيرة، العلم أو بناء الجيل العلمي الصادق. احنا يوميا بالنادي يا معاهد دينية يا معاهد علمية يا اخوان تفضلوا، احنا نريد ان يكون الجامع منبر حر، احنا نريد ان يأتي، يعني لم نتردد. امكانياتنا محدودة ما نحن، لكن ما ترددنا. اثنين، هل يريدوا ان الحكم يكون في جانب والشعب في جانب؟ هؤلاء الذي خارج الان بالالاف بيتجمعوا، هل من المصلحة انهم يبقوا يشعروا ان ما فيش جانب يمكن يتبناهم الا الجانب اليساري والمتطرف؟ ما بش حكومة تلمهم وتشعرهم بعطفها وتشعرهم بمسؤوليتها؟ هذا محسوب علينا. اتفضلوا، انا ساخرج اشوفهم وانتم هنا وتدارسوا، وانا مسؤول امامكم ان كل ما يجرها العلماء في سبيل الحق وفي سبيل الوطن، بس كلمة الحق الذي ما ترددت ان يكونها كل من نادوا بالحق في كل مكان. ما في شيء، كلمة الحق بتبقى والانسان بينتهي، والحياة ما هي شيء امام ان يقول الانسان الحق. وانا ساعود واستاذنكم. ابدا لا يشعروش ان هناك اي جفوة في اي وقت
كل من يجد أن لديه رأي يتفضل، وكل من يجد أن لديه نقد يتفضل، كل من يجد أن لديه نصيحة يتفضل. لأنه نحن نعيش كما يقول المثل: كلنا نعيش في سفينة واحدة، إذا لم تتضافر الجهود كلها ونحميها ونصونها ممكن نسلم، لكن إذا بقينا كلنا نخزق فيها ممكن ننتهي جميعا. وأعدل الناس من استفاد من تجارب الآخرين، والعاقل من استفاد من تجارب نفسه. واعتقد أن 13 سنة فيها من التجارب الحلوة والمرة الشيء الكثير. حصيلتها في الأخير حينما نحسب أن أكثر من 200,000 شهيد قد سقطوا في كل جبل وفي كل وادي، وكم أفزعت من أرامل ومن أطفال ومن عجزة وكم نجد في الأخير ما هي الحصيلة لكل ذلك الحرب؟ ما هي المردود؟ أليس مع أن الأمان هو أصلا قبل الإيمان كما يقولون؟ طيب ما هو الذي يزعج اليوم والأمان يسود كل البلاد والخير والحمد لله من الله بفضله؟ ويعني ليس هناك من محاولة إلا أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. إحنا لسنا مغالين ولا ندعي أشياء أبدا، إلى الآن لم نستطيع. إيش السبب؟ السبب أن مراكز القوى هي التي تفرض كل شيء. السبب أن هناك من يحكمون وليسوا هم المسؤولين. المسؤولية يجب أن يتحملها المرء بشجاعة، لأنه قبل أن يكون مسؤولا أمام المواطنين أو أمام من حمله المسؤولية هو مسؤول أمام الله قبل هذا وذاك، وسيسأل عن ماذا صنعوا في مسؤوليته. كثير من الأمور الشرعية لا نستطيع أن ننفذها، لأن الحق لما يكون على شخص له وجاهة أو مرتبط بشيخ كبير أو مرتبط بضابط كبير أو مرتبط بوزير، خلاص ما يتنفذش الحق. احنا يجب أن نكون صرحاء في هذا الكلام. السبب أن سلطة الدولة ضائعة مفقودة، والمثل لمن يقول للدولة ظالمة 1000 حسنة، لكن هذا ظلم الضعيف يكون أسوأ، لأنه ظلم لا يحمي أحد، تفتت، انهيار. يعني لو في ظلم، الظلم عاد يحمي ناس ويظلم ناس، لكن هذا لا بيحمي أحد. ولا يعني الظلم الضعفاء يكون ظلم مريض زي دبيب الكلن، لا هو لقص يعني يكون متعب. فأريدنا أن العلماء يكون كلمتهم قوية، وأن يأخذوا مكانهم الطبيعي في المجتمع، ويجب أن نخضع لرأي ذو الرأي من العلماء الذين يعرفون مسؤولياتهم. مر الظروف أسكتت الأفواه وأخرست الألسن ونحن نعلم، لكن اليوم قلوبنا وصدورنا ومكاتبنا مفتوحة. تفضلوا في أي وقت. كل ما نختلف مع الآخرين نختلف معهم على شيئين: إن المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة. حتى المصالح الخاصة ما بنقولش تنتهي، لكن بس بنقول في أقدمين المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة. لكن عندما والحديث الشريف ولا أتذكره بالضبط، عندما يعجب كل إنسان برأيه. إذا رأيت صفحا مقاعة طيب، في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان الإنسان هو الإنسان، في من ينزع إلى الشر وفي من ينزع إلى الخير، لكن يوجد هناك من يتسطى ومن يواجه ومن يقول كلمة الحق وإن تعرض فيها لمتاعب. لكن اليوم نجد أنه في تدليس، حتى في يعني نشر إشاعات، محاولة لإيجاد تفرقة في جسم البنية اليمنية. إحنا نعيش في أرض واحدة، والحمد لله نحن البلد الوحيد الذي ليس فينا ديانات مختلفة ولا لغات متعددة ولا كلنا مسلمين، وديننا واضح ولغتنا واضحة، ويعني كل المقومات الأساسية لأن كل مجتمع سعيد